المالكي ما وقع، رئيس الجمهوريه ما يوقع، يقول لك انا عندي اتفاقات بروتوكولات منظمات هيئات ديمقراطيه مدري شنو، وهذه وارده يعني ممكن ممكن. زين، ما وقع اعدامه. نفرض المالكي ما وقع، يعدم لو ما يعدم. ما وقع المالكي، ما وقع، يعدم لو ما يعدم. مو يصعد لنا واحد قضائي ويسولف لنا يقول يعدم لو ما يعدم. انا متاكد يقول يعدم، انا متاكد يقول يعدم. زين، قرارات الاعدام، كتب الاعدام اللي تصدر بها دائما ممثل من رئاسه الوزراء. ليش صدام حسين ممثل من رئاسه الوزراء؟ على مش شنو؟ ليش الباقيين ينعدم ما بهم قرار من رئاسه الوزراء او رئاسه الجمهوريه؟ ليش هذا بيصير بقرار؟ هو جزء من الشو الاعلامي. ايش قد قدم واخر على القضيه، ايش قد قدم واخر على القضيه، فهذا عدمه. هو ايش قد قدم واخر من يقدم له عدم قاضي قال ده انتهى بالتوقيتات والسلام. حتى يريدون يبوقون الامريكان، يهربونه، هذا بحث اخر، بحث اخر. بالنتيجه القرار تم اعدامه على يد هذا البطل حداد. بس انتم لازلتم عايشين بشو اعلامي، انتم لازلتم عايشين بشو اعلامي. ليش؟ تعرف ليش عايش؟ لأن انت طائفي، انت مؤمن هذه المجموعه الوحيده اللي عايشه اجواء طائفيه. هذا العامري، عمار حكيم، قيس الخزعلي، نور المالكي، هم ذول الوحيدين. شيل الطائفيه من عندهم يموتون، كلهم يصير بهم سكر ويموتون. علاجهم الروحي هو الطائفيه، بس تشيل الطائفيه يموتون، بس تشيل الطائفيه يموتون. فهذه الاجواء اللي انتم فيها كجمهور وكسياسه قاده الاطار التنسيقي، اجواء طائفيه، اجواء طائفيه. تعرف ليش؟ وهذه الاجواء هو المكان والطريق الوحيد اللي يخليك انه انت تبقى مثل ما بقى النظام الايراني. النظام الايراني عايش على الطائفيه. اسرائيل، اليهود، ما ادري شنو، ما اعرف ايش، راح يجون من هنا، راح يقعدون من هنا، وهذا ينقض عن شعبهم وخلقوها براسكم وصنعوها بيكم. تبعكم علاقه بصدام حسين، كل ابائكم كانوا بعدين. هذه التقارير تقول، التقارير تقول كل ابائكم بعدين. حتى انت يمكن يعني حسب ما سمعت منك انه انت من الانتفاضه الشعبانيه، جزاك الله خير. اما الباقيين كذا بعدين. انتم ما يحرك فيكم شعره اعدام صدام حسين، بس لانه شو طائفي فرحانين فيه. صدام صدام عدمته جرائم، هو مجرم مليء بالجرائم وما تخلص من كذا، من كذا وراء العدم. القضاء لما يكون عادل يعدم صدام حسين، مثل ما راح يكون القضاء عادل قريبا يكون عمار الحكيم وهادي العامري، قيس الخزعلي، ونور المالكي، راح ينعدمون بالطريقه بل اتعس وابشع. ليش؟ لانه هم شافوا ايش قد مجرم صدام حسين وشلون انعدم، وظلوا مصرين يكونوا مجرمين. خدعه، خدعه، انتم مجموعه نصب. انتم والمشكله لك ما تتوبون، والا تحتال على الدين، والا تفوق بالدين. خذت لهم الغيره على السيد علي السيستاني. انتم مجتهد، تقدموا انتم مجتهد. من تقدموا من انتم؟ قدموا من؟ قدموا من مرجع سياسي. شلون هذه الكويتيه اساءت الادب؟ وهي فعلا اساءت الادب. المفروض هي تعرف دول مراجعنا ودول اعلامنا ودول. تعال مرجع شيعي، مرجع شيعي، رجل هو هذا، هو ما عندنا غيره. انت جاي تبتزلنا وانت هذا مو عيب. بس اكو غير مراجع مو مجتهدين، روح بكيه عليه ما عاد له علاقه به.
تجي على المهم. عندنا يا مكتب لا طار التنسيق كل مراجعهم لزق. هي مراجع سياسه، ما عندهم مرجع ديني، ما عندهم مجتهد، ما لهم علاقه بالدين. اكو واحد له علاقه بالدين يقتل 1700 بس باكر، 52 بعاشوراء. اكو واحد يقلد آية الله مرجع شيعي يقتل له هالقد من الشباب او يبوق ميزانيه 2014. وانت مدافع عن السيد السيستاني، شلون تدافع عن السيد السيستاني؟ مو قياداتكم كلها ما يستقبلها، بس انتم بتعرفون ليش؟ لانه عنده صوره ويا السيد مقتدى الصدر، مثل ما البارحه تعاملتوا مع هذا الحرج القران، قمتوا تطلعون ما ادري شنو. حتى انتم مو موجودين باوروبا، اريد تنسيق يقطع تظاهره على هذا ابو الحرج القران. تنسيق واحد عنده موقف، ما تسوونها. هاي الحياه، هاي ناس عندهم شرف، عندهم اخلاق، عندهم قيم، عندهم ضمير، متربيين، متعلمين. مو ماخذ لك 500 على مود تكتب بني ادم. كلكم على 500 كتبت نص الناس. صدام صاحبكم، صدام صاحبكم. شكوا جريمه صاحب انتم عندكم علاقات به. شكوا سافل بالارض هو صاحبكم. شلون كتبوا روحهم مع السيد علي السيستاني، هم شارعين قلبه، هم يبوقون باسمه. احنا مع المرجعيه. طب اخو 2014 يا مرجعيه، اخو مرجعيه جوزت لك اياه. احنا شو تقول المرجعيه؟ نقول احنا خدام للمرجعيه. روحي لك فداء، يا روحي لك فداء، غير نصابين انتم، غير نشعله. ما خلصت غدا شي خلصت، ما يشبعون انتم، هو بس ظل يبوقون وتكتلون. يلا ظلوش ظلوش. من خلص غدا التيار الصدري، يعني التيار الصدري أكبر وأعلى شأنا من أن يمثله واحد مثلك أو مثل عصام حسين. مثلك أو مثل عصام حسين أعلى التيار الصدري أعلى وأرقى وأسمع. تجي تسمعني لو لا؟ صوتك مو زين. صوتي مو زين هسه؟ صوتي هسه زين لو لا؟ قام تعبر. لا ما ستها ما ستها. اي اريد لا احتفل ضبط انا اليوم. الصوت، ضبط الصوت، لك ماكو صوت. اي سهله الانترنت مو زين. زين ماكو صوت هسه. صوتك واضح جدا، ممنون حجي. اي انا اريدك تسمعني. هذا الهراء اللي اطلقته الان هراء خاص بيك، يعني يمثلك انت، صحيح باسم؟ مستحيل تكون انت صوت للتيار الصدري، مستحيل، لانه التيار الصدري اعلى واسمى وارفع شأنا من ان تمثله انت او عصام حسين او غيركم من ذول الحثالات. مستحيل انه فلهذا اللي ارجوه من الناس انه انا ما جاي اخاطب التيار الصدري، انا جاي اخاطب شخص طرح باسم البهادلي وطرح عصام حسين وطرح بقيه الحثالات. الحثالات الفكريه طبعا، مو مع احتراماتي لشخصك الكريم، انا يعني احترمك باسم كشخص يعني، بس فكرك لا. هو يعني ما اريد اقول غير شيء، لانه فكرك مريض، ولانه فلست انه يعني اكو هواي امور كانت ناس موعدينك بيها، بس لانه فشلت وفلست، ناهيك عن بقيه الامور الماديه اللي استفاديت منها ذيك الفتره ووظفت بها صوتك ولعلعتك ضد الناس. فبس كان من المؤمل انه
حصل لك شيء اكثر، بس للاسف الشديد اقرت الميزانيه و... وانت ما بيها يعني. تتخيل يعني انا جاي اتخيل حجم الالم اللي جاي تعانيه انت وربعك. احتمال كنت موعود في منصب معين او عقود معينه، بس كلها فشلت للاسف. للاسف بالنسبه لك يعني. ولهذا قام صوتك يلعلع. صوتك يلعلع بدونيه مقيته يعني. فكل خطابك مبني على اساس الدونيه. انت ترى ان هناك من هو افضل منك يعني. ولهذا جاي تهاجم ابناء جلدتك بهذه الطريقه السمجه، الطريقه الفجه. للاسف الشديد انه محسوب على الشيعه هيك اصوات. يقول لك هذا صوت شيعي، بالتالي هو صوت شيعي. فمن تسمع هذا الهراء تشعر بالالم. بصراحه انا اشعر بالحسره والالم. تمنيت انه هذا الصوت وهاي الثقافه وهاي المعرفه تصب في مصلحه العراق اولا، وبعدين لابناء جلدتك. بس ما تقدر. المصيبه مو بس شيعي، المصيبه انت جنوبي بهادلي يعني. ومن اسمع هذا الصوت من واحد جنوبي بهادلي اتالم. بس عادي، ربك هاي سوء العاقبه. انت وصلت لل55 وهاي عاقبتك. بالتالي الله يكون بعونك يا باسم، الله يكون بعونك انت وربعك، انت وامثالك من الشاعرين بالدونيه، من الذين يشعرون انهم لا يستحقون ان يكونوا احرارا. بصراحه لازم يكونون عبيد اذلاء لمن يرونهم اعلى منهم مقاما وشرفا وسموا. الله يكون بعونكم. ولهذا تشوفون نفسكم دائما تهاجمون في سبيل ان ترضون قرقوزات، ناس ما إلها أي وزن، بس لازم ترضونهم لأنه تشوفونهم أعلى منكم شأن. تفضلوا شباب، إذا أحد يريد يصعد. اليوم إحنا محتفلين بمرور 16 عام على إعدام أسد العرب. ما أدري أنا فاتح الغرفة مسويها على العام، ما أعرف بصراحة، ما أعرف. يا ريت لو واحد يساعدني. تتفضلون، خلي نسمع أصواتكم الحلوة، المعترض والموافق على الطرح والموافق على المناسبة. احنا اليوم محتفلين بمرور 16 عام على اعدام الطاغية صدام. اهلا وسهلا بكم، تفضلوا.